تذكرت أستاذنا الأستاذ الجغرافيا باللغة العربية بالمملكة العربية السعودية. آه، دخل علينا في حصة من الحصص بالصف الرابع أو الخامس ابتدائي، وإجا قالنا: تعرفوا مين هي سلة الخبز العربي؟ طبعا طلعت فيه هيك قلت له: يا أستاذ يعني شو درس طبخ هو؟ رد علينا هيك وقال: سلة الخبز العربي هي السودان، واللي هي إذا زرعت كفت الوطن العربي كله خبز ومؤونة. ومن وقت الحقيقة انطبع السودان بذهني. وفي المدرسة معنا كانوا شباب سودانيين أبضايات وأكابر معنا، درسوا نشامة وما في عليهم العيب أبدا، حليمين وطيبين، لكن طبعا احذر الحليمة إذا غضب. اليوم الحقيقة القلب يعتصر على السودان، يعني هذا الهدوء ذكرني بعكسه اللي هو المشاكل اللي عم بيشوفوها بالسودان حاليا. ويعني زعلت انه هيك السودانيين يعملوا بنفسهم. يعني نحن السوريين اخي صاحبين مشاكل طول عمرنا، عنا انقلابات وعنا مشاكل وعنا حكم صعب وسجون وخلق، بس السودانيين يعني عندهم عجائب صارت معهم، عندهم مشاكل طبعا، لكن انتم السودانيين حليتوا مشاكلكم بطريقه غريبه عجيبه ما حدا في الوطن العربي بيعملها. يعني بالنسبه لنا الطريقه اللي السودانيين بيحلوا فيها مشاكلهم عباره عن احلام، مو بالحقيقه مو بس الوطن العربي، الحقيقه لكل العالم. وأذكركم بالموضوع في شخص اسمه إبراهيم العبود العام 1958. هذا الشخص هو قائد عسكري. اختلفوا الأحزاب السودانية بينات بعضهم، ووصل الحل الوضع بيناتهم لأمر مستحيل. فرجل السودانيين راحوا لعنده قالوا: دخيلك عملنا انقلاب، نحن فرطنا. قام الشاب نزل عن رغبته وعمل انقلاب. ولما السياسيين رجعوا زبطوا امورهم وركزت الامور بيناتهم، رجعوا راحوا لعنده مره ثانيه قالوا: لو سمحت ممكن تنزل عن الحكم؟ قال: تكرموا 100 السلامه. وسلموا الحكم مره ثانيه ورجع مواطن عادي. لك حتى راحوا لعنده قالوا له: خي ممكن تاخذ لو سمحت بيت نسكنك في بيت كذا؟ قال له: لا انا ما باخذ بيت ولا باخذ شيء، انا مواطن عادي. طبعا هي ما مزحه ولا فيلم ولا حلم، هي حقيقه حصلت بالعام بين 1958 و 1964 بالسودان. عبالكم السودان مختلف. ورجعت انعادت مرة ثانية بال 1985 سوار الذهب، أكيد سمعانين باسمه وأكيد السودانيين أنتم بتعرفوه. كمان استلم الحكم بانقلاب عسكري طلبوا منه السياسيين هذا الأمر، ورجع سلموا نياباك ب 1986 سنة. هدى البلد، الوضع استلمت الأمور ورجع سلموا البلد مرة ثانية ب 1986 للمدنيين وقال لهم: خاطركم مع السلامة. والزلمة تفرغ للدعوة. فهذا الأمر هو أنتوا الحقيقة قدوة، أنتوا السودانيين قدوة لكل وطن عربي طريقة حل المشاكل. اليوم هيك يصير فيكم. يعني أنا بتذكر حقيقة لما صار في تقسيم السودان، أنا شخصيا شكلت جروب على الفيسبوك سميته عرب ضد تقسيم السودان، والسودان تقسم للأسف وخلص ومشي الحال. اليوم أنا حاسس في تقسيم تاني بعد المشاكل اللي عم بتصير هي، يعني في شيء عم بنطبخ. فاليوم نحن لازم نفكر شوي، والسودانيين أنتوا بتقدروا تحلوا هالمشكلة بغير الوطن العربي. يعني بلبنان صارت فيه مشكلة قعدت 15 سنة، بسوريا هي نحن 10 سنين وكفي، وغيرها من البلاد. السودانيين انتوا لا، انتوا غير، بس الطريقة اللي عم تشتغلوا فيها هلا ما مزبوطة. وانتوا فيكم خير، انت يا حميدتي والله فيك خير، وانت يا برهان والله فيك خير. وإلا إذا قلتوا لي والله نحن السودان بطنه ما عاد حمال، ونحن ما لنا قد لا ابراهيم العبود ولا سوار الذهب، ونحن ما مثل هالرجال هدول، ولا بيهمنا مصلحة بلدنا ولا بيهمنا مصلحة الشعب. أنا متأكد إنه بيهمكم مصلحة الشعب وبيهمكم مصلحة البلد، ولذلك عم تقاتلوا. بالأخير هي واختلاف وجهات نظر، كل واحد شايف إنه هي المصلحة. فلما بيصير اختلاف واقتتلنا وما اجت قدرت فئة تفوز على الثانية، هلا وقتكم تقعدوا مع بعض وسمعونا الأفكار الطيبة والأخبار الطيبة، واعملوا هذا الحل بأسرع وقت ممكن، ولتنجوا البلد وينجوا العباد من المشاكل اللي عم تصير.